اسمع كلمة للوكالة، يعني وكيل المدرسة الأستاذ محمد نبوغ طول كمان ما شاء الله في 5 دقايق عشان تروح أشوف. اسكت يا شباب الحقيقة إن إحنا بصراحة في قمة السعادة النهاردة بحضور الأب حميدة معنا النهاردة. والله إذا كان فطبعا حاجة جميلة جدا وحاجة أسعدتنا، وكذلك الأب سمية يعني النهاردة مجيها النهاردة والله أسعدنا وأسعد قلوبنا. فإحنا بنقول لهم يعني بعد إذنكم ما تنقطعوش عندنا، لأن دايما المكان يعني بيعمر بالناس. إذا كانوا ناس طيبين تأكدوا إن الخير بيبقى موجود فيه على طول، فأنتم ما تقطعوش عنا خيركم، ما تقطعوش عنكم ابتساماتكم الجميلة ومشاياكم وقعداتكم، لأن ده بيكون خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا بنشكركم على إنكم شرفتونا النهارده. الحاجة الثانية الحاجة الجميلة بقى اللي هو احتفالنا النهارده بالأستاذ مصطفى قولي وخدته معنا. فإذا كان فعلا احنا بنحتفل بهم النهارده، احنا ربنا سبحانه وتعالى احتفل بهم من زمان. لأن ربنا سبحانه وتعالى كرمهم على جهدهم وعلى طاعتهم. كرم الأستاذ مصطفى على عطائه بالزيوت الطيبة وإخلاصه في عمله، واللي كان بيقدمه للناس من جهد. ياما خدم الطلبة وياما كانوا بيخبطوا على باب بيته الساعة 11 بالليل و12 بالليل عشان يجي يخلص لهم حاجات خاصة بيه. فربنا يجعله ده في ميزان حسناته. ويمكن كان من سبب الخير ده ان ربنا وقع ابن محمد في واحد برضه خدم من الاستاذ مصطفى فحب يرد له الخدمه برضه في محمد. والله بنفس اللفظ كده. فالحقيقه ان احنا بنقول للاستاذ مصطفى انت ربنا اكرمك وكرمك قبل احنا كرمك. ان ربنا يديم عليك الصحه والعافيه ويبارك لك في ذريتك وفي اولادك. الحقيقه خدت لها معزه كبيره جدا في الجمله. خدت معاد ست طيبه وربنا اللي يعلم عمرنا ما شفنا منها غير كلمه حاضر ونعم. عمرها ما كشرت في وش حد، عمرها ما قصرت في حق حد. دايما كانت دايما الابيض يعني تفهم بالبشاره. عمرها ما قصرت في اي طلب في المدرسه. وكانت يعني الشغل بتاعهم يعني وجودها في المدرسه وجودها زي الحاجه الجميله اللي هاديه الريحه الحلوه كده. فالحقيقه ان الحاجه معيد احنا يمكن انا والله يشهد الله من فتره كبيره كنت منوم ان شاء الله انا خدت معيد انها ما تخرجش من المدرسه، انا انها موجوده معانا. يمكن انا الطلب ده بطلبه حتى من كل اللي يمكن الاب حميده طلبت نفس الطلب والخالد سميه والاستاذ مصطفى كل يوم ورانا وتقرأوا له ارجوك المكان ده هو له يعني برضه له حق علينا. اي نعم احنا طلعنا على المعاش ولكن المكان ده له حق يشهد علينا يوم القيامه ان احنا لازم نكمل اخلاصنا طول ما ربنا مدينا من صحه ومن عافيه لازم نعطيه حتى ولو كان بالمشوره حتى ولو كان بالجهد. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هيدينا على العطاء ده اجر. احنا كنا بناخد قبل كده مرتب نتيجه عمل. طب دلوقتي خلاص المرتب ينقطع، طب ما المكان له اجر، المكان له حق علينا. ما هو العلم اللي احنا اتعلمناه ده، الشغل اللي احنا اتعلمناه ده برضه علم ربنا اداهولنا. وكان ربنا سبحانه وتعالى كفيل ان يخلي واحد زي الاستاذ مصطفى ده يبقى لا مؤاخذه بشغله اي كلام. وياما ناس كتيره كده معلش يسامحوني في مدارس الدنيا ما يفقهوش حاجه. استاذ حمدي كان بيعمل المرتبات 1000 الألف، ناس ثانيه كانت بتودي كشوف في الاداره كانت بتتعمل لها. تخيلوا دي، يعني ممكن انت لمؤاخذه الواحد ما يأديش عمل والعمل برضه شغال ولكن الاخلاص فيه هو ده اللي المفروض ما ينقطعش. فاذا كان الانسان فينا ربنا اعطاه الصحه والعافيه لازم يكمل عطائه عشان ربنا سبحانه وتعالى يديم فضله عليه. لان ده دي حقيقه يا جماعه، المكان اللي احنا قاعدين فيه ده له حق علينا حتى ولو كان في اي وقت من الاوقات. بجانب ان احنا كنا بناخد مرتب خلاص المرتب انقطع، لا في بقى الاخلاص لله سبحانه وتعالى، في خدمه الطلبه، في خدمه اولياء الامور. الطالب اللي بيخرج دوت وبينخدم بخدمه هو اللي مؤاخذه ده في ميزان حسنات الجميع والله يا جماعه. مش ما تفكرش انه عشان المرتب، لا ده في ميزان حسناتنا لغايه اخر نفس من عمرنا. وتاكد ان ممكن الخير اللي احنا بنقدمه دوت ينتج عنه اجيال لمؤاخذه هي تبقى افضل مننا بكتير وتشيل على عاتقها الامانه والمسؤوليه اكتر مننا بكتير. لان احنا يعتبر بالنسبه لنا اعمارا في الايام خلاص. انما الاجيال اللي جايه لازم تشوف منا العطاء ده عشان فعلا يدوا بدون مقابل، يتعلموا يدوا فعلا، يكونوا فعلا اعطائهم الخالص لله سبحانه وتعالى عشان رفعت المدرسه ورفعت بلدنا ورفعت مصر كلها.
فربنا يبارك لنا فيكم جميعا. وانا بشكر خالته معيد، والله يا خاله معيد انت طلبك كان مجاب، واحنا الحمد لله حقه من زمان ان انت ان شاء الله تيجي موجوده معانا ان شاء الله، وربنا يقدرنا على ان نكون خدامين لك زي ما انت كنت خدامه لي. الاستاذ مصطفى بيقول نفس النظام، انا بقول له يا استاذ مصطفى ابوك خليك برضه ما تنقطعش علينا يا حبيبي مصطفى، من حسابك على دي. حاج حمدي انتوا الاثنين دلوقتي انتوا اللي قدامنا الاثنين.